بص، قبل ما نبدأ خليني اقولك حاجة مهمة جدا. الفيديو ده مش عن عربية سريعة ولا عن ارقام ولا سباقات. الفيديو ده عن غلطة شركة اسمها BMW. غلطة خلت الناس تعشق العربية وناس تكره اليوم اللي اشتريتها فيه، وخلت BMW تقول احنا مش هنعمل كده تاني. تخيل معايا كده شركة الماني معروفة بالعقل، الميزان، بالحساب، تصحى في يوم وتقرر تحط V10، ومش اي V10 ده، ليه علاقة مباشرة بالفورمولا 1، وكل ده في عربية سيدان 4 ابواب عائلية ناس بتودي بيها اولادها المدرسة. السؤال هنا مش العربية كانت سريعة ولا لا، السؤال الحقيقي مين اللي وافق على القرار ده اصلا. النهارده احكي لك قصه البي ام دبليو ام 5 اي 60، مش كعربيه لكن كمرحله جنون في تاريخ بي ام دبليو. لازم نفهم الاول بي ام دبليو كانت ايه قبل الاي 60. بي ام دبليو كان عندها في ال5 سيريز الاي 28 والاي 34 والاي 39، عربيات كلهم 6 سلندر او 8 سلندر، قوه محترمه، اعتماد، ينفع تستخدمهم كل يوم. بالذات الاي 39 ناس لحد دلوقتي بتقول دي احسن ام 5 اتعملت، عقل، رزانه، صوت جميل وقوه كفايه. يعني بي ام دبليو كانت ماشيه صح ومحدش كان طالب اكتر من كده. في اوائل الالفينات بي ام دبليو كانت في عزها، وقسم الام بالذات كانوا حاسين ان هم لازم يثبتوا حاجه. الفورمولا 1 وقتها كانت في 10، وبي ام دبليو كان ليها انجن فورمولا 1. وهنا حصل التفكير الغلط شويه. ليه ما ناخدش روح الفورمولا 1 ونحطها في عربيه شارع او في عربيه سيدان؟ الفكره على الورق كانت جامده ومرعبه، لكن محدش وقف وقال طب والحراره، طب والاستخدام اليومي، طب والعميل اللي هيسوق العربيه ورايح بيها الشغل عادي؟ لا، الحماس هو اللي كسب، وطلعت عربيه بموتور 5.0 لتر V10 بار بي ام 8250. صوت يخليك تقف وتديها تعظيم سلام. موتور مش معمول للزحمه ولا للسواقه البارده ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. ده موتور عايز سخونيه، استخدام عالي، صاحب العربيه يكون فاهم. وانت حطيت ده في عربيه 5 سيريز باربع ابواب سيدان عائليه. انت متخيل الجنون؟ ناس اشترت العربيه وفاكراها بي ام دبليو 5 سيريز بس اسرع شويه. اول اسبوع انبهار، صوت، سحب. بعد شهر، بعد 6 شهور صيانة ومصاريف. وفي ناس الموتور باظ منها بسبب اهمال بسيط، وناس عربياتها اتحرقت بسبب الموتور ده، وناس باعتها بخسارة ضخمة. والكارثة الاكبر في الجير بوكس الاس ام جي. كان فتيس نازل قوي تحسه عصبي في نفسه كده. العربية كانت مش مريحة خالص ومرعبة في الزحمة. يعني ايه عربية تديك اداء السباقات اتباعت للناس تستخدمها في الشارع؟ ده مش بس غلط ميكانيكي، ده كمان غلط فلسفي. مع الوقت الاي 60 بقى ليها سمعة، دي عربية هتكسرك، دي عربية للاغنياء بس، دي عربية لو غلطت فيها مرة هتدفع كتير. وبقى معانا فريقين. الفريق الاول بيقول ان دي اسوأ بي ام دبليو اتعملت، غير عمليه بالمره وبتجيب لك وجع دماغ وخلاص. الفريق التاني بيقول لك دي اعظم ام 5 اتعملت في التاريخ وعايزه سواق بجد. والغريب ان الفريقين صح. بي ام دبليو الام 5 اي 60 ما كانتش مجرد تجربه جديده، دي كانت مواجهه مباشره بين العقل والقلب. بي ام دبليو شركه اتبنت على فكره بسيطه، انها تديك تحكم، توازن، سواقه ذكيه، وفجاه قررت انها تكسر القاعده بتاعتها، تحط لك موتور مش معمول للراحه خالص ولا للهدوء ولا اي حاجه. موتور معمول علشان يصرخ، موتور علشان يعيشك على ار بي ام عالي، موتور يديك احساس مش رقم. واللي حصل ان العربيه نجحت، بس نجحت نجاح يخوف. نجحت زياده عن اللزوم، نجحت لدرجه ان بي ام دبليو لما بصت على النتيجه ما شافتش عربيه وبس، دي شافت خطر على سمعتها، خطر على عملاء مش مستعدين للتجربه، وخطر على فلسفه كانت ماشيه بيها بقالها سنين. الاي 60 كانت عربيه محتاجه سواق مش مجرد مستخدم، محتاجه حد فاهم مش حد دايس وخلاص. ومش كل الناس كانت كده. هنا بقى بي ام دبليو وقفت الموضوع كله، مش عشان العربيه وحشه ولا عشان فشلت، لكن كانت عشان ام 5 زياده عن اللزوم. بعدها القرار كان واضح، مفيش في 10 تاني، ومفيش جنون مفتوح، ومفيش عربية تختبر اللي راكبها كل يوم. رجعوا للعقل، رجعوا للتيربو، رجعوا للأرقام، ورجعوا للراحة. طب هل عملوا عربيات أسرع؟ أيوة. طب هل عملوا عربيات أأمن؟ طبعا. طب هل عملوا عربيات أسهل؟ من غير نقاش، بس أقل هيبة. الهيبة إنك تعمل عربية وتخلي نفسك كشركة تخاف تكررها تاني. الام 5 اي 60 ما كانتش مجرد جيل، دي كانت تحذير ان الجنون ليه تمن، وان الجراءة مش دايما ينفع تتكرر. وعشان كده فضلت لوحدها واقفة في تاريخ بي ام دبليو كأنها بتقول انا اتعملت مرة واحدة وكفاية. ليه الناس لسه بتحبها مع انها عربية صيانتها غالية جدا، صعبة، وسواقتها اصعب؟ ليه لسه مطلوبة؟
والاجابه صوت العربيه، احساس بتاعها، الشخصيه بتاعتها. صعب تلاقي كل التكوينه ديت في عربيه واحده. دي عربيه مش بتسهل عليك الدنيا خالص، هي بتكافئ بس اللي فاهمها. ناس بتقول هي خانتني بس مش قادر اسيبها، وده اعلى مدح للعربيه. الاي 60 مش عربيه مثاليه ومش لازم تبقى، دي عربيه اتعملت في لحظه جنون ما اتكررتش وتخاف منها، مش لانهم ما عرفوش يعملوا زيها، لكن لانهم عرفوا كويس قوي ان اللي اتعمل ده كان زياده عن اللزوم. يمكن في عربيات اسرع واحدث واذكى، في عربيات فيها شاشات اكبر وانظمه امان اعلى وارقام احسن على الورق، بس كل ده محاولات تعويض مش بدائل، لان مفيش عربيه خلت شركه بحجم بي ام دبليو تقف قدام نفسها وتقول كفايه كده، كفايه تهور، كفايه مخاطره، كفايه قلب على حساب العقل. بعد الاي 60 كل حاجه بقت مدروسه ومحسوبه صح، يمكن احسن بس مش اجرأ. ولو كنت بتحب العربيات بالعقل مش هتحبها، هتقول صيانتها غاليه متعبه، عربيه مش عمليه. عندك حق، بس لو بتحب العربيات بالقلب، لو بتحب الصوت قبل الرقم والاحساس قبل الراحه والتجربه قبل المنطق، هتعشقها رغم عيوبها، هتعشقها رغم انها كانت غلطه. الام 5 اي 60 مش احسن ام 5 ومش اسوأ ام 5. انا عايزك تتخيل معايا انك مودي ابنك المدرسه ب 5000 سي سي 10 سلندر ناتشرال اسبريتد. انت متخيل معايا قوه الانجن؟ وده اللي يخلينا في الاخر نقول انها اكتر ام 5 كانت حقيقيه.